السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير المصري. معاكم احمد فتحي. في حلقتنا النهارده حلقه جديده من سلسله سؤال في التصوير. قبل نروح للسؤال نصلي على النبي كلنا، ناخد الثواب الاول ونروح للسؤال. السؤال هنا جاي لنا من محمود شعراوي، بيقول كان عندي سؤال: هو امتى بستخدم الاوكتا او البارابوليك وامتى ما استخدمهاش واستخدم الفلاش على الكاميرا بس؟ السؤال ده عجبني عشان كده ما رضيتش ارد عليه في الكومنت، قلت ارد عليه في فيديو عشان الناس كلها تفهم وتستفيد. البارابوليك والاوكتا احنا عارفين ان هم موديفايرز او مشتتات للضوء او منعمات للضوء. امتى تستعملهم امتى ما تستعملهمش؟ مبدئيا او اساسي انت مش هتستعملهم غير والفلاش مش راكب على الكاميرا. يعني لو بتصور او الدور بتصور اندور بس مش مشغل الفلاش على الكاميرا، بتصور حاجه انت عايز تخلي اضاءه تعرف توجهها براحتك، تحرك الستاند براحتك وانت ثابت في مكانك. فخلينا الاول نقول نستخدم ازاي الفلاش او امتى على الكاميرا، عشان ده هيحصر لنا استخدام الفلاش على الكاميرا فقط، وبعد كده اي حاجه ثانيه نستخدم عليها الاوكتا والبارابوليك. الكلام ده فلاش على الكاميرا، انا مصور ايفنتات، بصور مؤتمر، بصور حاجه اندور محتاج فيها فلاش على الكاميرا، مش هينفع اتحرك باوكتا او بارابوليك. بصور قاعات افراح، مستحيل اتحرك بالاوكتا او البارابوليك. الفلاش على الكاميرا لان انا متحرك، الفلاش على الكاميرا بيضرب فوق في السقف لو في سقف وبينتشر على الناس، لان مفيش حل غير كده. بصور في شقه، في ناس بتصور في شقق عادي يعني، ومعيش اوكتا او مش هينفع احط اوكتا، او في عيد ميلاد مناسبه حتى لو ليك انت مش شرط يكون شغل. بصور مثلا انا مصور رياضي بس قدام لاعب خارج من الملعب في غرفه الملابس، بصورهم هم خارجين من الملعب، مش هعرف اصور بهدات، بيكون الكاميرا راكبه عليها الفلاش عشان ينور لي الكادر. مصورين الريد كاربت، الحفلات الاجنبيه او بتاعت بره، الاوسكار والكلام ده، تلاقيهم كلهم مركبين فلاش على الكاميرا. كمان بيستعملوه بطرق مختلفه عننا، تلاقي فلاش متوجه للوش على طول. ففي الحاله دي هو مش عارف يركب اوكتا او بارابوليك على ستاند. الحالات دي كلها من الاخر اي حاله انت متحرك فيها ومش ثابت في حته معينه، او مش هينفع تثبت في حته معينه، الفلاش على الكاميرا لو انت محتاج الفلاش. اي حاله ثانيه غير كده البارابوليك او الاوكتا هم الحل لو انت بتصور بموديفاير. يعني بصور هاي سبيد سينك او اتش اس اس بالنهار بره، لازم اوكتا ولازم بارابوليك او لازم مثلا هيد قوي. بصور سيشن بالليل في جنينه او في لوكيشن او سيشن عرسان، فعادي هنقف في المكان ده اخد شوت في 10 دقائق ربع ساعه، وهنتقل لمكان تاني اخد شوت في 10 دقائق ربع ساعه، فالفلاش على الستاند عليه اوكتا او بارابوليك. بصور اندور في استوديو، انا مصور استوديو مصور صاله، فهنور الناس ازاي؟ مش بفلاش، لا انا لازم يكون بقى الناس منوره كويس، فبستعمل مثلا وحدتين او 3 اضاءه في الاستوديو. انا مصور منتجات، لازم استعمل الاضاءه على ستاند ببارابوليك او اوكتا او فلاش او يوتي ديش، او لو من غير اصلا، بس لازم يكون الفلاش نفسه على ستاند عشان اوجهه مكان ما انا عايز، لان انا باخد الشوت من هنا، انا قدام المنتج اهو. ازاي بقى اخلي فلاش على الكاميرا وانا عايز الاضاءه تجيلي من الشمال؟ لا، بحط الستاند على الفلاش على الستاند ببارابوليك او اوكتا في الاتجاه اللي انا عايزه. اي حاجه انا قادر اقف فيها واثبت فيها واعمل سيتنج واعمل اعدادات والكلام ده، بستعمل البارابوليك او الاوكتا او الفلاش. وفي حياتنا او في مصر الموضوع ده يكون اكتر على تصوير الافراح، تصوير المنتجات. يا رب اكون فدتك. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنت تحت الفيديو، ما تنساش من دعائك. سلام.